يعني لو حتى في اصدقاء يوم هتلاقي في مصلحه. مرحبا بكم في أول انعقاد مؤتمر ويليام إكس كايرو. اليوم سعدنا بانضمام أكثر فئة من المتقين في الفكر والعلم والإنسانية. أحب أن أعطيكم نبذة عن جمعية أصدقاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. نحن رابطة تكونت تحت هدف دعم العلم بشكل عام وخاصة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا التي أنشأها دكتور زويل في 6 أكتوبر في عام 2011. احساسك انك انت عايز تعمل حاجه وقدامك مش مصدقك او مش مديك الفرصه، انت قدامك حل من الاثنين، يا اما تخضع للاوامر اللي عليك وساعتها ممكن تتحول لشخص نمطي، بعد فتره هتفقد القدره على الابداع لانك انت اوريدي فقدت انك انت بتفكر. وتاني حاجه يا اما تقول لا شكرا مع السلامه انا همشي وتبتدي تاني من الصفر. ايوه دي حاجه يا ريت كلنا نتعلم منها بجد، ان انت مش لازم اول خطوه تبقى هي الخطوه اللي هي نهايتك او الخطوه اللي انت عايز توصل لها. ممكن تكون خطوتك الاولانيه بعيده جدا عن حلمك، بس انت بشطارتك هتعرف تحول الخطوه الاولانيه دي ان هي تكون اول سلمه في الطريق. على فكره بعد اول نجاح انت هتحققه في حياتك حتى لو كان صغير جدا، هتلاقي ان الطريق قدامك بقى طويل وهتبقى انت عارف انت عايز ايه. هي صدقوني والله العظيم الخطوه الاولانيه بس. في حاجات انت ما ينفعش ان انت تقول ازاي، خلاص انت خد الخطوه بتاعتك، اهم حاجه تفشل. لازم تفشل فشل لازم تفشل، هي فعلا لازم تفشل عشان تقدر تشتغل بجد. لازم يكون معاك حد في الطريق بتاعك. ابدا اختار حد في الطريق بتاعك، حد يكون معاك لما تيجي حاجه في دماغك فكره على طول اكتبها، تبدا نفذها فورا فورا فورا، 3 فورا اهو، عشان ما حدش يبقى ليه فكره. ما تستناش ان حد هيساعدك، خد الخطوه انت، ولما تنجح هتلاقي الناس تبدا تجيلك. انا مش هقدر اقول لكم، يعني صعب ان انا اقول لك وصفه يمشي عليها 1 2 3 هتنجح، لكن اقدر اقول لك ايه اللي انت لو عملته هتفشل، ايه اللي لو انت عملته هتفشل، لان مفيش حاجه اسمها نجاح انا هطبق زي ما سين بيطبق هبقى ناجح، ده لا، بس انت بترسم طريقك، وانت بترسم طريقك في خطوات لازم تبقى ماشي عليها وبتعملها، ساعتها اقول لك انت ماشي صح. الانسان اللي قاعد خامل ده مش هيوصل لحاجه، اللي لا بيفشل ولا بينجح ده انسان هيفضل زي ما طول عمره في الركود ده. النجاح اخر حاجه نصيحه اقولها لكم، continuous journey، هي رحله مستمره. ما تتوقعوش ان انت بكره هتعمل حاجتين 3 هوب هتلاقي نفسك نجحت وبقيت متميز. اللي عنده حته الاستمراريه هو اللي هينجح، اللي بيتعب على طول ونفسه قصير عمره ما هينجح. أنا قعدت 7 سنين أشرف على مشاريع تخرج كليات هندسة، كليات حاسبات ومعلومات. ودايما لما الواحد بيعمل نفس الحاجة كتير بيشوف باترنز، تبدأ حاجة تتكرر. إيه اللي أنا شفته متكرر؟ لقيت إن كل جيل بياخد عبط الجيل اللي قبله ويكمل عليه زائد التاتش بتاعه. فأنا لاحظت إن إحنا احترفنا الفشل في مصر، احترفناه. طيب إحنا النجاح مقسوم جزئين، نجاح فردي ونجاح مؤسسي او مجتمعي. احنا في مصر في احسن الظروف ينفع تنجح كفرد، ينفع، بس لا يمكن تنجح كمجتمع، لا يمكن. ليه لا يمكن؟ عشان انت اول ما بتيجي تنجح وهتتحرك بقى بتكتشف ان انت لوحدك خالص. وبالتالي لو انت ناوي تنجح من الاخر علم الناس، مفيش حل تاني. هو ده عند كل مرحله انت بيتهيألك ان الدنيا خلصت هنا. وضع طبيعي ان انت تكون هتفشل. انت لو قريت، انا عايزك لما تكون عايز تتحمس اقرا قصص فشل. انا فعلا عملت حاجه لبلدي قبل ما اعمل حاجه لنفسي. قال لي انت واخد ترقى شرفي ان انت لاول مره حد ياخد المركز ده لمده 3 سنين. قال لي اول حاجه انت الواحد الوحيد المسلم اللي جوه القائمه دي كلها. لقيته تاني حاجه بيقول لي على فكره مفيش واحد عربي تاني موجود فيه برضه